السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظ كتاب الله شرف يتمناه كل مؤمن ومؤمنة، لكن منا من يحفظ وينسى، ومنا من لم يوفق للاستمرار في الحفظ، ومنا من لم يوفق بعد للبداية في الحفظ رغم أنه يتمنى ذلك. من أسباب كل هذا قد تجد لك الجواب الشافي ضمن هذا المقطع: 5 معاصي تحرمك من حفظ القرآن الكريم. سيتغير الكثير بعون الله في علاقتك مع القرآن بعد هذا المقطع. السبب الأول هو الكبائر والمعاصي بصفة عامة. التابعي الضحاك بن مزاحم رحمه الله قال فيما رواه أبو عبيدة رحمه الله: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه، لأن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ونسيان القرآن من أعظم المصائب. إليكم هذه القصة العجيبة. الإمام الشافعي رحمه الله كان يحفظ الشيء بمجرد النظر إليه، ثم اكتشف في يوم أنه لا يجيد الحفظ كما اعتاد، فذهب إلى أستاذه وكيع رحمه الله واشتكى إليه سوء حفظه. فقال له وكيع: إن ذلك يرجع إلى أنك ارتكبت ذنبا من الذنوب فأثر على قوة حفظك. فهنا الشافعي جلس مع نفسه وبدأ يراجع نفسه، يعني ماذا فعلت يا ترى؟ وما أحوج المؤمن إلى مثل هذه الجلسات مع النفس يحاسب فيها نفسه عله يعود ويتوب. فراجع الشافعي نفسه فوجد أنه قد وقع بصره ذات مرة على ساق امرأة رفع الهواء عنها ثوبها، فاعتبر الشافعي رحمه الله أن هذا الذنب هو الذي أثر في حفظه، فنظم هذه الأبيات، واستمعوا إخواني إلى جمالها: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فدلني على ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. ولعلنا إخواني ندرك الآن لماذا يصعب علينا الحفظ أحيانا. فحمل كتاب الله يجعلك من أهل الله وخاصته، ولكي تكون كذلك يجب أن تترك الآثام والمعاصي. المعصية الثانية إخواني مرعبة، والله مرعبة، وحتى الأحاديث فيها مرعبة، وأرجو أن تستمعوا بقلوبكم وبصائركم. أول من تسعر به من نار ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب، يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال عنك جريء. وقد قيل: ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت عنك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل: ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والصنف الثالث هو من أتاه الله المال وقس على ذلك. في الحديث تغليظ لتحريم الرياء والحث على وجوب الإخلاص في الأعمال. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وحديث آخر إخواني عن الرياء كذلك هو مرعب لجميع المؤمنين. عن ابن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جوزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. لذلك إخواني نجلس جلسة محاسبة مع النفس،
ونياتنا وأعمالنا دائما نمحص في نياتنا فيها. وكما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم الرياء مثله بالشرك الأصغر. الذنب الثالث الذي يحرمنا من حفظ القرآن الكريم هو عدم غض البصر. وغض البصر إخواني يشمل عدة أمور. أولا غض البصر عن عورات الناس. قال تعالى يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فالله تعالى قارن حفظ الفروج بغض الأبصار. النوع الثاني وهو غض البصر عن بيوت الناس، فكما أن الثياب تستر عورات الناس فكذلك البيوت تستر عوراتهم وأسرارهم، لذلك المؤمن لا يجب أن يطلق بصره في بيوت الناس. ثالثا غض البصر عما في أيدي الناس من الأموال والنساء والأولاد والمتاع، وهذه مهمة للغاية، والغالبية العظمى إلا من رحم الله تعالى يقع في هذا الخطأ. قال تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. قال ابن السعدي في تفسيره لا تمدن عينيك معجبا ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والممتعين بها من المآكل والمشارب اللذيذة والبيوت المزخرفة والنساء المجملة، فإن ذلك كله زهرة الحياة تبتهج بها نفوس المغترين، وإنما جعلها الله اختبارا ليعلم من يقف عندها ويغتر بها ومن هو أحسن عملا. وهذا الذنب إخواني قلت أن الغالبية العظمى يرتكبه خصوصا في زمننا هذا، زمن الهواتف الذكية وزمن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صار الجميع إلا من رحم الله يشارك حتى حياته الشخصية والحميمية، ونسأل الله السلامة. والمؤمن يجب أن يترفع عن هذه الأمور وأن يغض بصره سواء في الواقع وحتى في المواقع. الذنب الرابع إخواني وقبل الأخير هو تضييع الوقت. عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، وإضاعة الوقت من أشد قطاع الطرق إلى الله. قال ابن القيم إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. وكما في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. وللأسف ما أكثر الأوقات التي لا نستغلها، سواء بالتهائنا في أمور الدنيا أو في المقاهي أو في مواقع التواصل الاجتماعي. ما أكثر الوقت الذي نضيعه للأسف، وسنحاسب عليه يوم القيامة. الذنب الخامس والأخير معنا في هذا المقطع إخواني أخواتي وهو سماع الموسيقى. يقول ابن القيم رحمه الله، واستمعوا جيدا إلى هذه الكلمات التي تعج بالحكم: الغناء من مكايد الشيطان ومصايده التي يكيد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، يبعد به القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. هو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن. وقيل حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. لذلك فالطامح والراغب في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يعتزل المعازف والأغاني والمغنيين، لأن ذلك يتعارض مع رغبته. وآيات التحريم للمعازف والأغاني واضحة لكل ذي بصيرة. قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله الآية. وقال ابن عباس إنه الغناء. الآية الثانية قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك الآية. وجاء في عدة تفاسير أنه كناية على الغناء والمعازف واللهو. ثم قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. وأكيد الحديث المشهور في السيرة النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف.
نسأل الله تعالى أن ينصرنا على أنفسنا الأمارة بالسوء، وأن ينصرنا على الشيطان الرجيم، وأن نعود ونتوب من هذه الذنوب وغيرها. إخواني أخواتي، لينير الله تعالى دربنا وقلوبنا وصدورنا بنور القرآن العظيم، كلام الله المنزل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.